في 3 أيام اشتغلنا تقريبا يوميا، يمكن 6 7 8 10 ساعات باش وصلنا للنتيجة هذه. على كل حققنا العديد من الخطط اللي حطيناها في الميدان على حسب العادة نتاعي، حبينا نضغطوا عالي. نجحنا في على العديد من الكرات وكنا معناتها الأفضل وكنا الأحسن في على طول المقابلة. قبلنا هدف على اثر غلطات فرديه معناتها كبيره ياسر، لكن هذا معليش، هذا يصير في كره القدم. لكن انا نشكر جميع اللاعبين اللي كانوا في مستوى لا باس به وقدموا كره ممتازه، وكنا نجم نسجلوا هدفين او اكثر. مع كل اسف صبرنا في اخر الوقت معناتها تقريبا سجلنا الهدف الحاسم، وهذا انتصار معناتها حسب رايي نستحقوه. ونشكر الفريق المنافس كلان سيتي لانه كان فريق منظم غير اللي يمكن يتوقعوه العديد. فريق منظم وعنده شكل، يلعب كرة سهلة، يلعب كرة كما أقول أنا كرة صحيحة فني، وتشكيلته منظمة ياسر في الميدان وصعب الانتصار عليه، وهذا كنا متوقعينه. والحمد لله خلطتنا لهذا ونجحنا نجموا في ولو الوقت قصير. لكن أنا قلت من الأول راني باش نتحمل مسؤوليتي ولو يوم أو يومين أو 3 أو 4، لكن باش نشتغلوا حسب الخطه اللي اتفقنا عليها الكل. حتى اللاعبين كانوا موافقين معناتها الخطه الجديده وحسب رايي نجحنا نجاح لا باس به. خاصه معناتها نعرف فريق الرجاء قبل عدة كرات على الكرات الثابته، لكن الحمد لله اليوم ما قبلناش كره على الثابته. نظمنا الدفاع، في الدفاع كنا منظمين، ما شكلوش علينا خطر كبير. لكن هل في نظرك هل فقد فريق الرجاء الامل او انت فقدت الامل عندما سجل اوكلاند؟ لا مستحيل مستحيل. احنا حياتنا كامله في الميدان ونعرف الكره معناتها تلعب في حتى لاخر لحظه، واللحظات الحاسمه هي اللحظات الاخيره، يعني معناتها الدقائق الاخيره 3 أو 4 أو 5 دقائق الاخيره لحظات حاسمه وصعبه بالنسبه لاي فريق منا او من هناك. على كل كنا مركزين من اول حتى الاخر والحمد لله. ونشكر الجميع على الثقه اللي عطوها لي معناتها، خاصه اداره نادي الرجاء وعلى راسهم سي محمد بطريقه اللي عطاني ثقته كامله، وفرحنا شويه الجماهير الرياضيه. فهذه غايتي انا، ديما نخمم كان ديما في الجماهير يخرجوا فرحانين من الميدان، والحمد لله نشكر الجميع على هذا. شكرا لك بالتوفيق. شكرا. إذا ماجد، أكيد فوز المرساتي سعيد بالنتيجة خصوصا في